السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى من انكم تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم دكتور مصطفى داوود، وبإذن الله في الفيديو ده هنكمل بقية حل التكاثر، وهنبتدي ان شاء الله النهاردة حل التكاثر في الإنسان. وتحديدا في الفيديو ده ان شاء الله نحل التكاثر او الجهاز التناسلي الذكري. بس ان شاء الله المرة الجاية نكمل ان شاء الله جهاز التناسلي الأنثوي. ماشي. أول سؤال بيقول لي ايه؟ الشكل المكمل يوضح قطاعا طوليا في جزء من الجهاز التناسلي للذكر. ادرسه جيدا ثم أجب. ما هي وظيفة التركيب سي؟ تعال نفتكر كده تركيب الخصية اللي قدامنا ده. بص، الخصية كان جواها تركيبين مهمين انابيبات منوية وخلايا بيانية. اللي مشاور عليها في سي دي انابيبات منوية يا شباب، اللي هي الحاجات اللي ايه، الخراطيم اللي انت شايفها جوه دي. المفروض الخراطيم دي بتكمل لبره على خراطيم برضو، بس بتبقى ملفوفة قوي كده، اللي انا بعلم عليها دي، اللي هي حرف الايه اللي اسمها البربخ، كان بيتخزن فيها الحيوان المنوي. بتكمل برضو نفس الانابيب اللي بقى اسمها الوعاء الناقل اللي هي بي. يبقى الحيوانات المنوية بتتكون في النبات المنوية، بعد كده تمشي للبربخ، وبعد كده تمشي للوعاء الناقل، ثم القناة مجرى البول، وبعد كده تطلع خارج الجسم. تمام. وعايز بقى وظيفة سي اللي هي الانابيبات المنوية. وظيفتها طبعا تكوين الحيوانات المنوية طبعا. تخزين، لا ده وظيفة البربخ. انتاج سائل يحتوي على الفركتوز، دي الحوصلة المنوية. افراز الهرمونات المنبهة للمناسل الهرمونات المنبهة للمناسل دي اللي هي اف اس اتش ال اتش. دي بيفرز اصلا الغدة النخامية يا شباب، ملهاش علاقة بالخصية خالص. تمام كده، فالإجابة ب اللي صح. الشكل المقابل او ادرسه جيدا ثم اجب. تحول الخصية من الوضع واحد الى الوضع أربعة اهي. يعني كانت بتبقى في تجويف تجويف البطن وبتنزل تحت. تمام. بيحصل امتى؟ طبعا بيحصل في شهور الحمل الاخيره. سؤال مباشر. المفروض ده لازم يحصل عشان تبقى البيئه مناسبه لتكوين الحيوانات المنويه، تبقى درجه الحراره اقل درجتين او حوالي درجتين او ثلاثه من الجسم. ماشي. شكل مقابل يوضح منظرا الخلفيا للجهاز التناسلي الذكري. ادرسه جيدا ثم اجب. الحرف اللي بيمثل العضو الذي لا تمر به الحيوانات المنويه. احنا لسه قايلين في السؤال الاولاني ان الحيوانات المنويه بدايه عهدها اصلا بدايه تكوينها بيبقى في الخصيه هنا كده، وبعد كده بتمشي للبربخ، بعد البربخ بتمشي في الوعاء الناقل كده 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 كده، وتلف هنا اهو وتنزل بقى تطلع بره. ماشي. شفت السهم الازرق اللي عامله مش معدي على لام ده اللي هو الحالب يا شباب، ده بيصب في ده بيصب فين؟ الحالب ده بيصب في المثانه، وده فيه بول ما فيهوش ايه، ما فيهوش سائل منوي خالص، ما ينفعش اصلا. ماشي، تبقى الاجابه لام اللي صح. مش امال السين اسمها البربخ، صاد اسمها قناه مجرى البول، عين اسمها الوعاء الناقل، كل ده مش في حيوانات منويه عادي. بس السبب الذي يمنع خروج الحيوانات المنويه خارج جسم ذكر الانسان، مهم ده. بص، هو قال لك يمنع ايه؟ يمنع خروج، يعني الحيوانات المنويه موجوده بس مش عارفه تخرج. ماشي. هو مش ده المسار اللي هو اللي بالسهم الازرق ده اللي انا رسمه؟ حلو. حلو، يبقى الحيوانات المنويه ممكن تتكون عادي خالص، بس لو المسار ده مسدود يبقى الحيوانات المنويه مش هتعرف تخرج. ماشي. استئصال البروستات. اه، ايه علاقته؟ البروستات اللي هي دي البروستات اللي مش هقول لك عليها بالسهم دي البروستات. لو انا شلتها ملوش علاقه، هي الحيوانات المنويه تخرج عادي خالص. ايوه، هو البروستات فعلا بتعمل لي سائل كلوي انا فاهم، بس ده هيخلي الحيوانات المنويه تخرج عادي. بس ركز واقول لك ايه في السؤال. انسداد الحالبين دول اللي هم لام فوق، لو اتسدوا ما هو اصلا الحيوانات المنويه مش بتمشي فيهم. طيب استئصال احدى الخصيتين. لو شلت احدى الخصيتين ما هتبقى في التانية بتكون حيوانات منويه عادي. انسداد الوعين الناقلين هي دي فعلا، لان الوعين الناقلين اللي هي عين دي بيمشي فيها حيوانات منويه، فلو سدتهم الحيوانات المنويه مش هتعرف تخرج، هو ده اللي هو عايزه. تبقى الاجابه د اللي صح. ما الغدد التي تقوم بافراز سائل قلوي يعادل الحموضه؟ طبعا ده سؤال مباشر جدا جدا يعني. قلنا في عندنا ثلاث غدد او ثلاث انواع من الغدد ملحقه بالجهاز التناسلي الذكري: حوصلتين، بروستاتا، كوبر. اللي بيفرزوا السائل القلوي البروستاتا وكوبر، انما اللي بيفرزوا الفركتوز هما الحوصلتين، فيبقى غدة البروستاتا وغدتها كوبر. سؤال مباشر برضو. على فكرة كل ده دور اول ودور تاني 24، يعني شوف الاسئله ثانويه عامه ومباشره خالص اهي، عشان تعرف ان الامتحانات مش صعبه بس. الشكل المقابل واضح تغير الأس الهيدروجيني. الأس الهيدروجيني دي البي اتش، أكيد خدتها في الكيمياء. تمام. اتفقنا اللي بيعدل الأس الهيدروجيني مين؟ البروستاتا وكوبر. بيخلوا الأس الهيدروجيني مظبوط في اللي بيخلوه قلوي يعني، عشان الحيوانات المنوية مش بتحب الوسط الحمضي. لأن قطر الموضوع على الشكل تتزامن مع مرور الحيوانات المنوية في قناة مجرى البول. ماشي. بص، هو المفروض أصلا قناة مجرى اسمها قناة مجرى البول صح؟ بيمشي فيها ايه؟ بيمشي فيها بول في الطبيعي. تمام. فالبول ده يا شباب سائل حمضي. طيب الناس بقى اللي مذاكره كيمياء، البي اتش بتاع الحمض اقل من كام؟ البي اتش بتاع الحمض اقل من 7. فالمفترض ان طول الوقت اكيد الحيوانات المنويه مش تمشي في قناه مجرى البول طول الوقت، تمشي بس في وقت معين. تمام. في وقت القذف مثلا. انما ان الحيوانات المنويه طول ما هي، او عفوا طول ما مفيش يعني تروح حيوانات منويه، يبقى كده الاس الهيدروجين الحمضي اقل من 7. جميل كده. طيب ما دام هو اقل من 7 يبقى طول الوقت المفروض يبقى اقل من 7. يعني هو يرسم لك 7 اللي هو الخط المنقط ده. تمام كده. ماشي، نمسحه عشان ايه نعلمه. ده الخط المنقط ده اللي هو 7، ده ايه البي اتش اللي هي المتعادله. المفروض بقى الطبيعي الخط اللي عامله لك ده س وصاد مثلا، والخط ده البول ماشي فيه.
طب لما البي اتش تعلى عن 7 يبقى ده كده بقى قلوي. مش احنا لما ناخد البي اتش اكتر من 7 يبقى الوسط قلوي؟ يبقى ده اكيد الوقت اللي بيمر فيه الحيوانات المنويه اللي هي تبقى عين، الحاجه الوحيده اللي فوق السبعه. فهمت قصدي؟ يبقى الاجابه الصح هي الاجابه عين. ايمن مالي يصف عمليه خروج كل من السائل المنوي والبول. لسه قايلينها، هما طبعا منفصلتان لان ده بيخرج في وقت وده بيخرج في وقت. تمام. مش سؤال سهل ده. ايه الحالات اللي ينتج عنها تكون عينات سائل منوي خاليه من الحيوانات المنويه؟ واحد يقول لي يا مستر هو يعني ازاي في سائل منوي ومفيش حيوانات منويه؟ اقول لك بقى، ما انت الناس اللي مذاكره اللي سمعتني في الحصه قلت لك ان السائل المنوي ده يا شباب له كذا مكون، له 3 مكونات. اول واحد فيهم الحيوانات المنويه، حيوانات منويه. تاني حاجه فيهم سائل قلوي. تمام. تالت حاجه في السائل المنوي هو ايه؟ هو الفركتوز. ماشي. 3 مكونات دول، فقال لك خالي من الحيوانات المنويه يعني ما فيهوش حيوانات منويه. تمام، بس في سائل قلوي وفركتوز. تمام. يبقى كده المشكله مش في البروستاتا ولا في كوبر ولا في الحوضتين المنويتين. المشكله ممكن تكون يا اما الخصيه فيها مشكله، تمام، يا اما تكون الخصيه بتطلع حيوانات منويه عادي بس لو عينا ناقلين مسدودين. ماشي، تعال نشوف كده. الف، بص الانسداد فين؟ الانسداد هنا اهو. حتى الانسداد اللي هو بالاسود ده، فعلا الحيوانات المنويه تيجي تخرج كده مش تعرف فهتنسد، بس هيخرج عادي السائل القلوي والفركتوز عادي. فدي اختارها، بس لازم انا ابص على الباقي بس اهم حاجه. تمام. اللي بعده بيقول لك ايه؟ بص عامل لك الانسداد هنا، الانسداد في غدة كوبر. ماشي، فالحيوانات المنويه تخرج عادي خالص اهو. الحيوانات المنويه بتيجي من الخصيه تخرج كده 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 كده، وهتمشي كده عادي، هتطلع فيه حيوانات منويه. هو عايز بس خالي من الحيوانات المنويه. هو ده ممكن يكون فيه سائل قلوي قليل شويه، بس ده لا مش عايزه، انا عايز فيه ما فيهوش حيوانات منويه. طب بص هنا كده اهو، خرج هنا كده، مشي كده، بعد كده ما خرجش. مستر ايوه، ما هو كده هيبقى خالي من الحيوانات المنويه. لا يا حبيبي، ده كده مش هيبقى فيه سائل منوي اصلا. انت هتشوف ازاي اصلا سائل منوي ما خرجش. بص قالك ايه؟ تكون عينات سائل يعني في عينه اصلا، انا معايا عينه، انما انت هنا مفيش عينه اساسا. انت هنا مش هيخرج اصلا من الجسم. يعني انت عايز يخرج من الجسم بس من غير حيوانات منويه اللي هي الف. هو هنا فعلا في سائل منوي خرج، لان هنا السائل القلوي وال السائل القلوي والفركتوز خرجوا، بس الحيوانات المنويه نفسها ما جاتش. انما ده ما خرجش اصلا، فده هنشوف عينه ازاي يعني. طب ماشي، اللي بعده. هنا الحيوانات المنويه جت مشت كده 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 كده، وبعد كده عدت كده عادي. امال ايه الانسداد اللي هو عمله ده؟ الانسداد بص عامله فين؟ الانسداد عامله هنا. الانسداد ده في البول. البول كده مش هينفع، مش عارف يخرج، ودي على فكره حصوه صعبه جدا يعني. البول كده مش هيعرف يخرج ويعدي. ده كده هتطلع سائل منوي عادي خالص بس مش هتعرف تطلع بول. تمام. لا، هيبقى الف هي الاجابه الاصح، فيها سائل منوي عادي بس من غير حيوانات منويه. اتفقنا. الشكل المقابل يقول لك ايه؟ يقول لك زي ما وضحها بالشكل يعد عضوا مشتركا بين الجهازين مختلفين. تمام. بص تعال نشوف. عندي ايه؟ عندي الخصيه. يعني الخصيه طبعا في الجهاز التناسلي الذكري، ادي حاجه. وطبعا ما ننساش ان الخصيه غده، فالخصيه عضو مشترك ما بين الجهاز التناسلي الذكري والغدد الصماء. ده سؤال انت ممكن تتلخبط اصلا، ممكن ما يجيش في بالك يعني. طب سين دي مجرى البول ومجرى الحيوانات المنويه برضو، فمشترك بين الجهاز البولي والجهاز التناسلي. لام بروستاتا تناسلي بس. صاد دي المثانه بولي بس. فالمشتركين كده سين وعين. تمام. حلو. الاجابه هنا ب هي اللي صح. ماشي، اللي بعده يقول لك ايمن يعد الوحده البنائيه للخصيه. ممكن الناس تتلخبط وتختارها لي حيوانات منويه، طبعا هي لا. الوحده البنائيه للخصيه يا شباب يعني التركيب بتاعها. طبعا الخصيه بتتركب من انابيبات منويه، انابيبات جنب بعض كده وما بينها خلايا بينيه. فالوحده البنائيه للخصيه هي الانابيبات المنويه. تمام كده. ماشي. او الشكل المقابل يعبر عن قطاع عرضي في الخصيه. تمام. اي الخلايا المشار اليها يمكنها بلعامه الميكروبات التي تهاجم انابيبات الخصيه. بس يعني ايه بلعامه الميكروبات؟ احنا هناخدها في المناعه بالتفصيل. بلعامه الميكروبات يعني هتبلعهم، يعني هتبلع الميكروبات. تمام. هتبلع الميكروبات يعني وديها وظيفه مناعيه، بتحمي الحيوانات المنويه. يعني اتفقنا اللي بتحمي الحيوانات المنويه جوه الانابيبات هي الخلايا سيرتولي. ليها وظيفتين، بتحميهم وبتغذيهم. حتى احنا بالانجليزي بنسميها نيرس سيل. نيرس يعني اللي هي الخلايا الممرضه يعني. تمام. بتعتني جدا بالحيوانات المنويه سواء رعايه او ايه، تغذيه يعني او حمايه. طبعا الاجابه الصح تبقى الاجابه واحد. يعني الخلية التالية مسؤولة عن نمو البروستاتا الحوصلتين. اتفقنا طبعا. سؤال مباشر يعني. نمو البروستاتا الحوصلتين المنويتين دي كانت من الصفات الجنسية الثانوية لو فاكرين. الأولية هي كانت نمو الخصية، الثانوية كانت نمو بقية الجهاز التناسلي الذكري، ونمو وظهور الشعر عند البلوغ مثلا وخشونة الصوت وهكذا، قوة العضلات. فاللي ظهور الصفات الجنسية الثانوية مسؤول عنه التستوستيرون اندروستيرون اللي بيطلعوا من الخلايا البينية. بس كده. الهرمون المحفز للافراز القنوي للغده الجنسيه الذكريه. طب بالراحه، هو يعني ايه غده جنسيه ذكريه؟ الغده الجنسيه الذكريه هي الخصيه يا شباب. تمام. طب امال الانثويه المبيض. تمام. طيب هو الخصيه طبعا احنا اتفقنا غده مشتركه،
في لها افراز قنوي اللي هو الحيوانات المنويه، وليها افراز لا قنوي اللي هو التستوستيرون اندروستيرون. فالافراز القنوي بتاعها اللي هو الايه الحيوانات المنويه. تمام كده. مين بقى اللي بيحفز افراز الحيوانات المنويه؟ الاف اس اتش. بس امال الافراز اللا قنوي مين اللي بيحفزه؟ ال اتش. تاخر زوجين من الانجاب عند مجموعه من الفحوصات تبين موت الحيوانات المنويه داخل الخصيه. شوف التشخيص الاول عشان تفهم صح. يعني الحيوانات المنويه ماتت جوه الخصيه. مين بقى فيه مشكله؟ اكيد حاجه جوه الخصيه اللي فيها المشكله. تمام. يعني ما ينفعش مثلا حوصلتين ولا بروستات، لان الحيوانات المنويه ماتت جوه الخصيه، فاكيد المشكله مش في دول. طب ما دام ماتت جوه الخصيه يبقى اكيد ما لقتش اللي ياكلها ولا اللي يعتني بيها، يبقى اكيد المشكله في خلايا سيرتولي. الخلايا البينيه مالهاش علاقه بالحيوانات المنويه تقريبا يعني. ماشي. اذا علمت ان متلازمه اس سي او سي، مالكش دعوه بالاسم. إيه ما عامة هو الاسم يعني اختصاره سيرتولي سيل اون كلتشر، تمام كده، او سيرتولي سيل اونلي كلتشر. ماشي. تنتج عن خلية او خلل عفوا يؤدي لوجود خلايا سيرتولي فقط داخل الانابيب المنوية، عشان كده قلت لك السيرتولي سيل اونلي. تمام. يعني خلايا سيرتولي بس اللي جوه الانابيبات. طب استنى، هي الانابيبات اصلا كان فيها ايه؟ كان فيها خلايا جرثومية امية وامهات منية وكل ده والحيوانات المنوية، وجنبهم خلايا سيرتولي. فلما ما يكونش فيه ولا جرثومية امية ولا منويه اوليه ولا ثانويه ولا امهات منيه ولا طلائع ولا الكلام من ده، مش هيبقى في حيوانات منويه اصلا. يبقى غياب الحيوانات المنويه. بس عشان مش موجود اصلا كلام، مش موجود اي حاجه اصلا غير سيرتولي، فهيبقى في حيوانات منويه ازاي يعني؟ طب الاجابه ده اللي صح. الشكل اللي بعده عامل لك برضو قطاع عرضي، ويقول لك بقى اما يميز الخلايا اكس عن واي. اكس دي بين الانيميبات فدي بينيه، وواي دي يا شباب مشاور على الجرثوميه الاميه او الخلايا اللي بتكون لي حيوانات منويه، انا اعتبرها جرثوميه اميه. إيه اللي بيميزهم عن بعض؟ تتأثر بهرمونات الغدة النخامية. طب ما الاتنين بيتأثروا. اكس بتأثر بال اتش، وواي بتأثر بالاف اس اتش. لها القدرة على الانقسام. لا، هي واي لها القدرة على الانقسام عشان بتكون حيوانات منوية. تقوم بتغذية الحيوانات المنوية، لا دي سيرتولي. اكس مش بتغذيها. تفرز هرمونات في الدم طبعا. اكس بتفرز تستوستيرون اندروستيرون على عكس واي مش بتفرز حاجة. تبقى الإجابة دي هي اللي صح. تمام. أي ثنائيات التراكيب التالية تتشابه في الوظيفة وتختلف في مكان العمل. ماشي. البروستاتا وكوبر هما الاتنين بيفرزوا سائل قلوي فيتشابهان في الوظيفة. ومكان العمل ما هو الاتنين في قناة مجرى البول، فده نفس المكان العمل. الخلايا البينية وكوبر، الخلايا البينية بتفرز هرمونات تستوستيرون واندروستيرون في الدم، وغدتك مختلفين في الوظيفة أصلا فما ينفعوش. فكده ألف وب مش معايا. طب جيم، خلايا سيرتولي والحوصلتين. خلايا سيرتولي بتغذي الحيوانات المنوية، والحوصلتين بيغذوا الحيوانات المنوية برضو بالفركتوز. مكان العمل خلايا سيرتولي في الخصية، والحوصلتين منويتين في قناة مجرى البول، ففعلا دي صح. طيب البروستاتا والحوصلتين المنويتين. البروستاتا بتعمل لي سائل قلوي، والحوصلتين المنويتين الفركتوز، فالوظيفة مختلفة أصلا فما ينفعش. تبقى الإجابة جيم هي اللي صح. ايه التركيبة الموضحة تحتوي أكبر كمية من التستوستيرون؟ السؤال ده حلو. بص، المفروض يا شباب ان في عندي هنا شريان ووريد، وحتى عامل لك السهم عشان يسهل عليك، بس الشريان هو دايما اللي بيروح للعضو، الوريد هو اللي بيطلع من العضو. طيب هو عايز الخصة دي وظيفتها ايه؟ بتفرز التستوستيرون اندروستيرون، يبقى لازم تطلعه بره، فيكونوا طالعين بره في الوريد. تمام كده. طيب ده سهل، بس الاضافه بقى اللي عايز اقولها لك ان اعلى تركيز للاف اس اتش وال اتش هيكون هنا، لان هما بيروحوا للخصيه. تمام. فلو جه سالك مثلا اعلى تركيز للاف اس اتش وال اتش فين، هتلاقيه في الشريان مش في الوريد. تبقى الاجابه ايه اللي صح؟ الاجابه بي، عفوا ايه هي الاجابه الصح اللي هو الوريد يعني. عارف دايما اي عضو رايح له شريان وطالع منه وريد. برضو قطاع عرضي عايز بيقول لك الخلايا تستهلك اكبر قدر من الدهون لاداء وظيفتها. مصر علاقه الدهون بالراحه. هو الدهون دي بتخش في تركيب الهرمونات الذكريه اللي هي التست والاند. تمام. انا مش لسه هقول تستوستيرون عشان الموضوع رخم الصراحه، فانا عايز خليه بتنتج لي التست والاند الهرمونات دي. حلو كده. مين اللي بينتجهم لي؟ البينيه اللي هم رقم 4 بس. احنا طب انا مستر عارف ان هم هرمونات دهنيه من هرمونات، احنا كنا واخدين ان في هرمونات بروتينيه وهرمونات دهنيه. تمام. من الهرمونات الدهنيه كنت عاملها لك كده في جمله كده اللي هي التست تستوستيرون واندروستيرون والهرمونات الجنسيه كلها، يعني الهرمونات اللي بتطلع من قشره الغده الكظريه. تمام. اللي هي تست اند است برو الد كورتي كورتك. تست اند است تستوستيرون واندروستيرون واستروجين. برو الد اللي هو بروجسترون والدوستيرون. كورتي وكورتك اللي هي كورتيزون وكورتيكوستيرون. دي الهرمونات الايه الدهنيه. ماشي. الهرمونات التالية توجد لها مستقبلات على الخلايا مبطنة الانبيبات المنوية. استنى، الانبيبات المنوية لا تستجيب إلا لهرمون واحد. ايه هو؟ الاف اس اتش، عشان تكونوا واضحين.
السؤال اللي بعده يقول لك بقى مين اللي بتستجيب ليه الخلايا الموجوده باينه، اللي هي البينيه يعني، اللي هو ال H. مش محتاج شرح. لو قلنا الهرمونات المنويه بيأثر على FSH، الخلايا البينيه بيأثر على LH. خلاص واضح جدا. ماشي. ادرس الرسم البياني المقابل الذي يعبر عن تغير كميه DNA نتيجه انقسام احدى الخلايا الجرثوميه الاميه ثم اجب. ماشي. الخلايا الجرثوميه الاميه، قلت لك الخلايا الجرثوميه الاميه دي خدناها مليون مره في التكاثر، خدناها في كل تقريبا الكائنات تقريبا يعني. كانت 2 نون صح. ماشي. فاكيد انا بادئ هنا 2 نون، يعني البدايه عندي هنا 2 نون. تمام كده. ماشي. هو بقى عمل لك ايه الناس اللي فاكره موضوع ان انا عملت الرسم البياني بتاع انقسام الميتوزي والميوزي؟ المفروض يا شباب الانقسام الميتوزي بيبقى عنده مثلا كميه الدي ان ايه كده وهتتضاعف، وبعد كده هيقسمهم على خليتين فهتقل تاني. طب لو ميوزي هتبقى كده، لو هي 2 نون مثلا هتتضاعف وتنزل كده، ادي انقسام ميوزي اول وانقسام ميوزي تاني. ده شكل الرسم البياني بتاع الانقسام الميوزي. طبعا في كميه الدي ان ايه ده ما ده الميتوزي اللي رسمه لك في الرسمه، ده الميتوزي. اتفقنا؟ فده انقسام ميتوزي، هو يعني هو عايز حاجه عملت انقسام ميتوزي. بص بقى في الرسمه الناس اللي فاكره بقى، موتوك ظهرت نبات الزنبق في تكوين في الخلايا الجرثوميه اللي في الاميه اللي في الموتوك كانت بتنقسم ميوزي مش ميتوزي، وكذلك في المبيض اللي تحت سواء مبيض او موتوك كانوا بينقسموا ميوزي، وكذلك في دال الحوافظ الجرثوميه الفوجير تكوين الجراثيم في الفوجير الشباب كان بينقسم ميوزي. كانت ملاحظه كده بقول لكم ان الجراثيم الوحيده اللي بتتكون من انقسام ميوزي في المنهج كله هو جراثيم الفوجير. انما خصيه ذكر الانسان طبعا بتنقسم ميتوزي عشان تدين امهات منيه، الناس اللي فاكره. تمام. فالفكره بس في السؤال ان هو عايز يعرفك مين في دول بينقسم ميتوزي، وجاب لك طبعا الرسمه ان هي دي انقسام ميتوزي. ماشي. ادرس الشكل المقابل ثم استنتج ايه الخلايا ناتجه من انقسام ميتوزي. حلو. ماشي. الرسمه دي مهمه جدا يا شباب. بص هو هنا في الرسمه دي اهمل اهمل الخلايا الجرثوميه الاميه. ليه؟ لان المفترض انت عندك كام خليه؟ عندك جرثوميه اميه، ده بتكلم على جوه الانابيبات يعني. ماشي. يبقى عندك جرثوميه اميه، ادي اول حاجه. انا هستنى اكتبها حلو. جرثوميه اميه، وبعدها امهات منيه صح، وبعدها منويه اوليه، وبعدها منويه ثانويه، وبعدها طلائع، وبعدها حيوانات منويه. ماشي. عندك كام واحده؟ 6 خلايا. ماشي. هو رسم لك هنا 5 بس، ادي دي ودي 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 وعلى الحيوانات المنويه اهي. تمام كده. الحيوانات المنويه كده كده شكلها مميز. فادي ما دام الحيوانات المنويه مرسومه يبقى اطلع من فوق، من فوق لتحت. يبقى الحيوانات المنويه موجوده، والطلائع موجوده، والمنويه الثانويه موجوده، والمنويه الاوليه موجوده، وامهات المنيه موجوده. الجرثوميه الاميه ما رسمهاش، اهملها. يبقى انت تعرف ازاي؟ يعني خليك من فوق من الحيوانات المنويه وانزل تحت. تمام. هو مرقم لك ادي حيوانات منويه، المفروض الخلايا اللي هو مرقمها لكش دي تبقى طلائع. 5 اللي بعدها منويه ثانويه. تمام. امال أنا مثلا انت عرفت من الترتيب ده؟ ما هو انا حافظ بقى، انا مذاكر، المفروض انت كمان تكون مذاكر عشان تكون عارف. طب 3 اللي تحتها، اللي تحتها اللي تحت المنويه الثانويه هي المنويه الاوليه، واللي تحت المنويه الاوليه امهات منيه. طب فين يا مستر الجرثوميه الاميه؟ ما رسمهاش. طب انت مستر عرفت منين؟ ممكن يكون رسمها وانت مش واخد بالك. لا، ما انا بقول لك اهو. انا ما دام انت بتشوف بالترتيب يبقى انت ما تغلطش. يبقى اول خليه عندك من فوق حيوانات منويه اللي هو رسمها لك دي، شكلها مميز. بعدها معظمهم شبه بعض. هتنزل قبل الحيوانات المنويه على طول طلائع، اللي هي اللي مش مشاور لك عليها، يبقى دي طلائع. وبعد قبل الطلائع منويه ثانويه، وبعدها منويه اوليه، بعدها همات منيه. طب مش راسم تحتها حاجه، يبقى هو اهملها. تمام. ماشي. امال واحد دي خليه بينيه، دي معروفه دي خليه بينيه. طب 4 سيرتولي برضو دي شكلها معروف. ماشي. انت كده عرفت كل البيانات اهي. اتفقنا. هو بيسألك بقى مين في دول ناتج من انقسام ميتوزي. مبدئيا انا اكيد مش هختار ولا واحد ولا 4. ليه؟ لان 4 دي سيرتولي ملهاش علاقه اصلا بالانقسام. عفوا واحد قصدي مش هختارها، انما ملهاش علاقه بالانقسام اساسا. تمام. واحد مش من جوه الانابيبات يعني، فلازم تكون حاجه جوه الانابيبات، فواحد دي مش معايا. تمام كده. فاختار يا ب يا د ان شاء الله. طيب بالراحه كده، انا عايز بس حد فاكر، لان الموضوع انك تشوف الانقسامات ده محتاج تكون مذاكر ورسم الرسمه قدامك. ماشي كده. ماشي. بص كده، انت عندك اول حاجه، اللهم صل على سيدنا محمد. إيه الامهات المني دي ناتجه من انقسام ميتوزي صح. ماشي. فامهات المنيه معايا اللي هي 2. طب منويه اوليه، المنويه الاوليه مش ناتجه من انقسام ميتوزي اصلا، فانت تستبعد 3. اي حاجه فيها 3 استبعدها. بس كده استبعدت كل الاختيارات خلاص، يبقى احنا غلطانين في الاول. يبقى نسيب الف وجيم، نستبعد الحاجات اللي فيها 3. عفوا. ماشي. يبقى التلاتة ما ينفعش لانها مش ناتجه من انقسام ميتوزي. امال المنويه الاوليه ناتجه من ايه؟ ناتجه من تخزين غذائي لو فاكر، حتى تحت اهو. دي دي جرثوميه اميه اللي هي الاولانيه، وبعد كده دي
منوية أولية، عفوا أمهات منية، وبعد كده دي منوية أولية، واللي تحت دي منوية ثانوية، واللي بعدها طلائع، واللي بعدها حيوانات منوية. تمام. لو لاحظت هتلاقي المنوية الأولية دي ناتجة من تخزين الغذاء مش من انقسام، فتلاتة مش معايا. طب خمسة دي اللي هي ايه؟ خمسة دي منوية ثانوية، المنوية الثانوية ناتجة من انقسام بس ميوزي، فخمسة ما تنفعنيش برضو. تمام. هستبعد كده ألف، يبقى الإجابة جيم معايا، بس أنا هنفهم بس. انت مختار يا مستر واحد واتنين واربعة. واحد دي اللي هي الخلايا البيانية. بص، هو اعتبر هنا الخلايا البيانية أي خلايا في الجسم ممكن تنتج من انقسام ميتوزي عادي، لأن أصلا خلايا جسمك كلها عمالة بتنقسم ما عدا خلايا معينة يعني. تمام. فده اللي يقصده يعني يقوله. ماشي. طب اتنين اتفقنا أمهات منية ناتجة من انقسام ميتوزي للجرثومية الأمية. طب وأربعة؟ أربعة خلايا سيرتولي. مستر الخلايا السيرتولي بتنتج من انقسام أي خلايا في الجسم. أمال هي جت ازاي؟ ما هي لازم تكون جاية من انقسام خلية قبلها. خد بالك. ماشي، تبقى الإجابة جيم اللي صح. السؤال اللي بعده ده جه على فكرة السنة اللي فاتت، امتحان دور أول 25. الشكل المقابل يوضح مراحل تكوين حيوانات المنوية في الإنسان. مين في دول تبدأ عند وصول الذكر إلى سن البلوغ؟ بص، الذكر والأنثى في الإنسان. الأنثى لما إن شاء الله ناخد الدرس الجاي هنعرف إن مراحل تكوين اللهم صل على سيدنا محمد، مراحل تكوين بتاع ده البويضات يعني وكده، بيحصل جزء منها قبل ما البنت تتولد أصلا. تمام. يعني هي بتتولد بمبيض بيكون واصل لحد إيه؟ خلية بيضية أولية. يعني احنا عندنا هنا منوية أولية، لا هي هناك كل حاجة بدل منوية هقول بيضية. تمام. فالبنت أصلا بتتولد يعني بتبقى عاملة أول مرحلتين تقريبا جاهزين، يعني بتكون مولودة بالبيضية الأولية، ولما توصل لسن البلوغ بقى تقوم جاية مكملاهم، عاملة بالظبط شبه البنت اللي بتتفرج عليها دلوقتي مثلا. البنات دايما بيبقوا ايه؟ مخلصين الثلاث شباتر في المنهج قبل ما يبدأوا أصلا، وفي الآخر يحسوا إن هم مراكمين. الولاد بقى بيبقوا برنس. الولد بيبقى برنس ازاي؟ بيكون في الأول مراكم، وفي نص السنه مراكم، طول السنه مراكم، يجي ليله الامتحان يلم كل حاجه. فالولد ولا بيعمل بقى حاجه قبل البلوغ ولا بتاع، لا هو بيجي عند البلوغ يعمل كل المراحل. تمام. ففي الذكر دي جميع المراحل. انما لو كان قالها لك انثى ممكن تجي لكم في امتحان السنه دي عادي، تبدا عند ظهور الانثى الى سن البلوغ، ممكن هتبقى بقى ساعتها بقى سي ودي، ده في الانثى. تمام. انما في الذكر كل المراحل بتتم عند البلوغ. يعني خليت تلاقيها متشابهه وراثيا ومختلفه في الحجم. ماشي. متشابهه وراثيا دي يعني مش ناتجه من انقسام ميتوزي، ونفس المجموعه الصبغيه، يعني الاتنين نون، يا الاتنين اتنين نون. الطلائع المنويه والحيوانات. تعال نشوف على الرسمه بس. الطلائع المنويه انا كاتب كل حاجه جنبها اسمها. الطلائع المنويه والخلايا المنويه الاوليه مبدئيا هم طبعا مختلفين، لان الطلائع دي نون والمنويه الاوليه اتنين نون، فدي مش معايا. منويه ثانويه وامهات منيه. منويه ثانويه دي نون وامهات منيه اتنين نون، مش معايا. امهات منيه اتنين نون وخلايا منويه اوليه اتنين نون. صح. صح جدا. فعلا مشابهين وراثيا. هي اصلا المنويه الاوليه هي امهات المنيه بس اكبر في الحجم. يعني لو لاحظت هتلاقي الامهات المنيه لما تكبر بس بتخزين الغذاء هتلاقيها اتحولت منويه اوليه على طول. فطبعا المثال ده ينطبق على دي فعلا. دال حيوانات منويه نون، جرثوميه اميه اتنين نون. اسف. تبقى اجابه جيم. الشكل المقابل نفس التبع الزمني تكون حيوانات منويه في ذكر انسان بالغ. ماشي. مستر الخلايا كلها شبه بعض، اعرف ازاي؟ بالترتيب. مش دي حيوانات منويه يا ابني؟ مش انت عارف شكل الحيوان المنوي ولا انت ولا لا؟ اكيد عارفه. ده الحيوان المنوي. جميل. قبله ايه؟ طلائع. قبلها منوية ثانوية، الناس اللي مذاكرة بقى. قبلها منوية أولية. قبلها أمهات منية. قبلها جرثومية أمية. شفت جبت على طول من وانت راجع بس كده. تمام كده. بيسألك بقى عند أي فترة زمنية. تعال نشوف الأول الأعداد الصبغية. الجرثومية الأمية كانت اتنين نون، وبعدها أمهات منية اتنين نون، ومنوية أولية اتنين نون. منوية ثانوية بقى نون، والطلائع نون، ودي نون برضو. تمام. عند أي فترة زمنية يحدث اختزال العدد الصبغي. اختزال يعني من اتنين نون لنون، اهو من سي لدي. تمام. فتبقى إجابة ج. أي فترة لا يزيد فيها عدد الخلايا ولا يتغير فيها العدد الصبغي. تمام. طبعا مثلا اي الاف تنفع فعلا. هو ما بيزيدش فيها عدد الخلايا ولا يتغير فيها العدد الصبغي، صح، انه بيفضل نون وعدد الخلايا هي بس بتتشكل بس. طب فدي معايا، بس خلي بالك من كلمة فقط دي. بي ل سي. لا هو لا يزيد فيها عدد الخلايا فعلا، ولا يتغير فيها العدد الصبغي فعلا برضو، انها بتزيد في الحجم بس، فدي تنفع. فالاتنين دول ينفعوا، فتبقى اهي اجابة مجمعهم اهي. فاكيد ده الغلط يعني. A و B. A و B لا طبعا، لان الجرثوميه الاميه بتعمل انقسام ميتوزي فبيزيد عدد الخلايا. تبقى الاجابات السؤالين جيم وجيم. ماشي. ادرس الرسم البياني مقابل ثم استنتج. مين في دول يعبر عن الطور الساكن الذي يتحول الى طور متحرك اثناء تكوين الحيوانات المنويه؟ هو ايه الطور الساكن الذي يتحول الى طور متحرك؟ مبدئيا هو ايه الطور المتحرك ده؟
قلت له المتحرك اللي في الحيوانات اكيد هو الحيوانات المنويه نفسها. ماشي، الحيوانات المنويه بتنتج اصلا من تشكل لمين؟ بتتشكل من ايه؟ من طلائع منويه. انا عايز تحول من طلائع منويه الى ايه؟ حيوانات منويه. طيب اعرف ازاي مستر على الرسمه؟ هو كاتب لك عدد جزيئات الدي ان ايه. بص هي دي هناخدها في الدي ان ايه بس عشان تكون فاهم يعني. يا شباب بصوا، المنويه الثانويه احنا عارفين ان هي نون، تمام كده؟ بس انا هجيب لك على الرسمه. المنويه الثانويه اللي هي دي، دول منويتين ثانويتين، نون صح؟ ولكن عدد جزيئات الدي ان ايه جواهم اتنين نون مش نون. ازاي يا مستر؟ هو ايه الفرق بين المجموعه الصبغيه والعدد الصبغي؟ ده كلام كبير قوي ناقشناه في الحصه، تمام؟ هناخده في الدي ان ايه بالتفصيل ان شاء الله. لكن عايز اقول لك يعني ان الخلايا اللي بتنتج من انقسام ميوزي اول بتبقى نون عادي، بس فيها عدد صبغات مضاعفه، بتبقى صبغات ثنائيه، يعني فيها 23 كروموسوم ثنائي، تمام؟ الطلائع بعدها بعد الانقسام بقى بيبقى كل واحده فيها 23 كروموسوم احادي، تمام؟ وبعد كده طبعا الحيوانات المنويه هي الطلائع، فتبقى 23 كروموسوم احادي، تمام؟ فالحيوانات قصدي المنويه الثانويه فيها 23 كروموسوم، تمام؟ عشان كده هي نون، ولكن الكروموسوم ده على شكل كروموسومات ثنائيه، فهي متضاعفه، تبقى فيها ايه؟ عدد جزيئات الدي ان ايه فيها 46 جزيء، اتفقنا؟ في المنويه الثانويه، تمام كده؟ استنى. فلو رجعنا بقى للرسم البياني هنلاقي ان المنويه الثانويه دي المفروض عدد جزيئات دي كده 2 نون. ازاي مستر من المنويه الثانويه نون؟ ما احنا اتفقنا بقى ان فيها ايه، عشان هي ناتجه من انقسام ميوزي اول، فتبقى عدد جزيئات دي ان فيها 2 نون. في فرق بين عدد جزيئات دي ان ايه والمجموعه الصبغيه، وطبعا ده كلام كبير هناخده في الدي ان ايه يعني، سيبه دلوقتي. فاحنا عايزين دلوقتي ايه؟ عايزين حاجه يبقى فيها اللهم صل على سيدنا محمد، الطلائع اللي هي نون ونون دي ان ايه برضو، تبقى نص الكلام ده، تبقى سين يعني، تمام؟ تبقى سين. طبعا انا مستر مش فاهم حته الدي ان ايه، مش مشكله، انا عايزك تفهمها في الدي ان ايه مش دلوقتي. يتم فقد معظم السيتوبلازم اثناء تكوين الحيوان المنوي في مرحله ايه؟ التشكل النهائي طبعا. فقد معظم السيتوبلازم ده لان الحيوان المنوي بيبقى شكله طبعا زي ما انت شايف بيبقى مدبب كده وبتاع، ف فما فيهوش مبقاش فيه سيتوبلازم كتير يعني. وبيتغذى طبعا من الخلايا السيروتونين اللي جوه الخصيه او بره الخصيه، منين؟ من الحوصلتين المنويتين. مخطط مقابل يوضح مراحل تكوين الامشاك في ذكر الانسان، ادرسه جيدا ثم اجب. ما الغرض من حدوث عمليه خمسة؟ عمليه خمسة دي اخر حاجه خالص، اللي هي التشكل النهائي يعني، اللي هي الخلايا بتكون فيها عاديه خالص طالعه، وبعد كده بتكنسل بقى الزيل وبتقلل فيها السيتوبلازم وكده. فطبعا اكساب الخلايا القدره على الحركه. تضاعف الماده الصبغيه لا، لان هما الاثنين نون. اختزال الماده الصبغيه لا، هما الاثنين نون برضو، فمفيش اختلاف. تخزين قدر من الغذاء، راجل حرام عليك، راجل حرام عليك، حيوان ما فيهوش قدر من الغذاء، في كميه قليله جدا من الغذاء. ما هي المرحله التي ينتج عن وجود خلل بها تكوين حيوان منوي الموضح بالشكل المقابل؟ اكيد طبعا شكل نهائي، يعني الشكل النهائي هو اللي انت بتشكل فيه الحيوان المنوي، فلو حصل فيه مشكله هيبقى عامل نفس المنظر اللي قدامك ده. ماشي. بيقول لك ده حيوان منوي ذكر انسان، اي ملكه يوجد في التركيب واحد. واحد ده اللي هو ايه؟ اللي فيه النواه والجسم القمي. في الكروموسوم اكس فقط ولا واي فقط ولا ده وده؟ لا طبعا. هو بص، المفروض ان لو الخليه 2 نون، ايه ده؟ لو الخليه يا شباب 2 نون يبقى فيها 46 كروموسوم زائد اكس واي، ده لو في الذكر. ماشي. لو دي 2 نون، طب لو هي نون اللي هي زي الحيوان المنوي تبقى في 22 زائد اكس او 22 زائد واي. فهي فيها يا اكس يا واي، مش الاتنين مع بعض، يا ده يا ده، فتبقى الاجابه طبعا ج. ماشي كده. في الانثى، الانثى بيبقى فيها اكس بس الانثى ما عندهاش واي، تمام؟ الشكل قبل وضح تركيب المشيج المذكر في الانسان. ايه الاجزاء الضروريه اتباع عمليه التلقيح؟ يعني ايه تلقيح؟ التلقيح ده ان هو بس يوصل للايه، يوصل للبويضه. الاخصاب دي ان هو يندمجوا مع بعض، تمام؟ فالتلقيح ده ان هو عايز يوصل، عايز يتحرك يبقى ميم، وعشان يحركه لازم طاقه يبقى لام، يبقى لام وميم مع بعض، اتفقنا؟ ماشي. امال ايه المهم لعمليه الاخصاب؟ صاد وسين برضو على فكره. طب ايه المهم لعمليه انقسام الزيجوت بعد الاخصاب؟ عين سنتريولان. هي البدائل التالية تعبر عن مسار أساسي انتقال الطاقة، وإنها طبعا ليها تلاتة. ليه؟ الطاقة طبعا بتطلع منين؟ تطلع من القطعة الوسطى لحد الزير عشان تغذيه، تمام؟ أي ملكة تنتج عن غياب تركيب علم الحيوان المنوي عند اللي هو السنتريولان. طبعا اتفقنا السنتريولان مش هيحصل انقسام للزيجوت بعد الإخصاب، فتبقى ده عدم قدرة البويضة المخصبة على الانقسام، تمام؟ سهلة دي. آخر سؤال بيقول لك إيه؟ ده نتيجة تحليل عينة سائل منوي لذكر بالغ. يعني هو عينة سائل منوي، فاهم؟ يعني ما تختارليش مثلا في الاختيار ان الوعاء نقلين مسدود مثلا، او عفوا مش الوعاء نقلين نفسه، ما تختارش مثلا نقاط مجرى بول مسدودة.
لان ممكن يكونوا عيان ناقلين مسدودين ويطلع السائل المنوي عادي، ان البروستاتا والكلام من ده. انما ما تقوليش ان اخدت عينه السائل المنوي ومثلا لو في حاجه فيها استئصال او انسداد لقناه مجرى البول، ده هبل. امال خدت عينه السائل المنوي ازاي؟ يعني جبتها ازاي؟ فطبعا الاجابه ده المستبعده مبدئيا كده. انسداد في قناه مجرى البول ده هبل، امال هتجيب عينه السائل المنوي ازاي؟ فده الغلط. ماشي. عدد الحيوانات المنويه عنده صفر، ما عندوش حيوانات منويه. تمام. ماشي. طب ما ده ما عندوش حيوانات منويه، يبقى كده المشكله فين؟ والله ممكن تكون المشكله في كذا حاجه. يعني ممكن يكون الخصيه مش عارفه تكونهم اصلا مثلا، او ممكن يكون عنده انسداد في البربخ او الوعاء النقلين. تمام، دي الاسباب. فنقص افراز الخلايا البينيه الاندروجينات، لا. دي انا هتظهر امتى؟ الاندروجينات دي اللي هي التستوستيرون الاندروستيرون يعني، دول بيأثروا لي على الايه، على الصفات الجنسيه الثانويه اللي منها نمو نمو عفوا البروستاتا والحوصلتين. بس مش هيأثر على عدد الحيوانات المنويه لان ده ملوش دعوه. فطبعا الف برضو ايه مش معانا. وجود قطع او انسداد في الوعاء النقلين صح، وعلى فكره دي من وسائل منع الحمل، اسمها التعقيم الجراحي. هتاخدها في اخر التكاثر في الانسان خالص يعني. هذا الشخص خضع لعمليه استئصال البروستاتا. طبعا لا، البروستاتا مالهاش علاقه بالحيوانات المنويه. ايوه هي بتفرز سائل قلوي، بس ان الحيوانات المنويه تكون صفر مالهاش علاقه بالبروستاتا. اتفقنا؟ تبقى الاجابه به اللي صح. طبعا الحجم والحيويه والحركه دي يعني دي هتعرفها، الحيويه والحركه تعرف منها وظيفه الحوصلتين. الحجم تعرف منه وظيفه البروستاتا وكوبر اللي هم يفرزوا سائل قلوي. انما الحيويه والحركه تعرف منها الحوصلتين اللي هم بيبقوا مسؤولين عن الطاقه يعني، وهكذا. تمام. فتبقى الاجابه به اللي صح. كده خلصنا الحمد لله جهاز التناسل الذكري. ان شاء الله الفيديو الجاي نبدا في جهاز التناسل الانثوي. لو عوزت اي سؤال ما تنساش تكتب لي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.